بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ما من قناة اكلات ويوميات ما. اللي اول مرة اشوف فيديو ليا او قناة، يا ريت تشترك فضلا وليس امرا. يا صباح الخير ويا صباح الجمال ويا صباح الروتينات الحلوة. يلا بينا يا بنات، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. وبدأنا كده بأول حاجة دورة نظافة او دورة غسيل. وحطيت بقى فم غسيل كده في الغسالة يتغسل على ما اخلص ترويق المطبخ واشوف اللي ورايا وهعمل ايه. يعني اول حاجة تبدأي بيها كده، لو عندك غسيل حطيه في الغسالة وسيبيه بقى مع نفسه، وخش بقى على المطبخ شوف هتعملي ايه. هتعملي حاجة محتاجة تروحي مشوار، على ما تخلصي اللي بتعمليه يكون الغسيل كمان خلص. المهم يا بنات، الحمد لله ما كانش عندي مواعين من بالليل. دي كانت مواعين الفطار. كنا عاملين بقى الفطار وخلصنا الفطار وايه، قلت اقوم اغسل المواعين. وكمان اشوف كده امشي في الشقة شوية، ابص لو فيها حاجة عايزة تتعمل او كده. وخلصت المواعين الحمد لله. وكمان بدأت اغسل الرخامة، وكمان الحيطة اللي ورا الحوض يعني وكده، ما كان عشان بقى طرطشه وكده والبلاط ما يجيرش. فايدك على طول فيها هيبقى نضيفه زي الفل. هخلص بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. النهارده اليوم ما شاء الله كده حلو ومليان حاجات، طبيخ وغسيل وكمان خبيز في الاخر الفيديو كده. يعني اليوم شتوي كده وجميل. يعني قلنا ندفي بقى بعض كده، الجو ساقعة والجو برد والشتا ما شاء الله داخل كده بخيره. والجو ساقع جدا النهارده، فقلت ايه، ندفي المكان بتاعنا وندفي شقتنا ونعمل حاجة سخنة كده مع بعض. فيا ريت بقى متزهقوش مني وكملوا معايا الفيديو كده ونشطوني واعملوا بقى لايكات واشتراكات. وكمان شاهدوني في فيديوهات كتير عشان ابدأ اتنشط واعمل معاكم. انا عارفة ان انا مقصرة خالص اليومين دول، بس والله غصب عني ومعلش يعني، وان شاء الله الفترة دي تعدي وتبقى على خير. انا خلصت المواعين اهوت، هو كان كام طبق يعني وكوباية. فطبعا احنا كنا فاطرين الظهر اصلا يعني، فخلصت وقلت ايه، اخلص بقى المواعين واخلص الغسيل والنشور والحاجات ديت وابدا اعمل في الغدا بتاعنا. يعني باخد قسط كده راحه ما بين كل حاجه وحاجه. المهم قلت ايه، هنعمل بقى شويه مكرونه النهارده، حاجه خفيفه كده. مكرونه بقى وبطاطس مقليه، وكمان هنعمل طبق سلطه وبيض. والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. قلت بقى كل حاجه كده، البوتاجاز ما شاء الله نحط كل عين عليها حاجه. عين سلقت عليها المكرونه، وانا عملت الصلصه بعد ما خلصت طبعا بعد ما صفيت المكرونه بتاعتي. وبقلي بطاطس والبيض بيتسلق. وكمان عملت السلطه كده. خلاص يا بنات انا خلصت الاكل الحمد لله. بطاطس وبيض وكمان مكرونه وكمان طبق سلطه بفضل ونعمه من ربنا. نروح بقى نتغدى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. فطبعا احنا فاطرين متاخر، فطبعا هنتغدى متاخر. فطب يعني ايه، قلت بقى بالليل كده واحنا قاعدين نعمل طبق يعني شوية قرص او شوية فطيرة بخميرة، على حسب ما انتوا بتسموها. في ناس بتقول قرص فلاح، وفي ناس احنا بنقول عليها فطيرة بخميرة. قلت بقى اجيب شوية، عندي شوية دقيق كده حلوين، واحط عليهم بقى كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا وشوية سكر. وكمان يبقى كل ما كتر السكر شوية في القرص دي بتبقى طعمها حلو. سواء كلتها لوحدها، سواء كلتها مع كوباية شاي، سواء كلتها مع جبنة، برضو بيبقى طعمها حلو كده. مسكرة يعني، مش سكر للدرجة ان انت تبقى مسكرة ما تعرفيش تاكلي بيها حادق. لا، يبقى لها طعم كده. حتى لو كلتها لوحدها بيبقى طعمها وطعمها حلو. انا ما بعملش بعيار، انا بعمل كده بالبركة. وما شاء الله تبقى جميلة جدا. فكل ما تبقي متعودة على الحاجة اللي انت بتعمليها، فخلاص بتبقى ايدك خدت على يعني زي ما بيقولوا كده بتبقى ايدك ميزان الحاجة. هتعجنيها بقى بلبن، تعجنيها بلبن رايب، لبن حليب. ممكن ما عندكيش خالص، ممكن تعملي شوية لبن بودرة وتعجنيها بمية دافية عادي. مفيش حاجة هتوقفك يعني. ما عندكيش مثلا سمنة خالص، ما عندكيش زبدة، ما عندكيش، ممكن تعمليها بشوية زيت. هتقضي. هي طبعا مش هتبقى طبعا بحلاوة الزبدة او الحاجات دي، بس هتبقى حلوة وهتبقى حاجة موجودة عندك طرية برضو في البيت. فيعني الحمد لله اي حاجة موجودة عندك في بيتك هتمشي بها نفسك وتعملي بيها اي حاجة لولادك. مفيش حاجة هتوقفنا الستات الشاطرة، مفيش حاجة بتوقفها خالص. الواحدة طالما مراعية ربنا وبتنظم وقتها وبتشوف ميزانية بيتها وماشية على قدها، فربنا الحمد لله بيقف جنبك بيعملك الصالح دايما. فأي حاجة في بيتك موجودة ده خير من عند ربنا وبركة كمان من عند ربنا. هنمشي بيها نفسنا طبعا في ظل بقى الظروف اللي انتوا شايفينها والغلا والأسعار. ربنا يعيننا ويقوينا على اللي احنا فيه.
يعني كل مدى والحاجة عمالة تزيد، وكل شوية عمالة الحاجة يعني النهاردة بتجيبي بسعر، بكرة بتجيبي بسعر تاني خالص. وكمان في يعني محلات ممكن تبيع بسعر، ومحلات تانية جنبها بتبيع بسعر تاني خالص. فما تعرفيش بقى الأسعار دي كلها جاية منين. فربنا المستعان، وربنا يوفقنا كده ويرزق كل واحد برزق بعياله، ويرزقنا كمان البركة والخير يا رب. المهم يا بنات، انا حطيت كل المكونات الجافة على بعض، الخميرة والسكر والبيكنج باودر. وكمان يا سلام لو حطيت شوية خل على البيكنج باودر بيفور كده وبيبقى جميل، ويعتبر محسن برضو الخبز كده، بيبقى طعمه حلو قوي، بيخلي كمان العجينة هشة وكمان جميلة جدا في معاكي. هخلص بقلات العجينة كده، او هتوه كل الدقيق اللي عندي ده، وبعد كده هسيح الزبدة، او عندي سمنة او اللي انت عندك حطيه. انا كنت محوشه حته قشطه كده من وش اللبن، لما بجيب اللبن بغليه وببيته ليله في التلاجة بعد ما بغليه، وما باجيش يموته خالص، واقوم شايله الوش تاني يوم وحطاه في التلاجة تسقع خالص، وابدا اعملها زبده، اطلعها زبده يعني، وبستخدمها عندي. بقوم سيحاها مثلا، عاملاها طبخه بيها، عامله بها مثلا قرقوشه، عامله بها قرصه. فالحمد لله يا رب، كل حاجه بتبقى ايه بفضل وتوفيق من ربنا. بدل ما تروحي تشتري مثلا كيلو الزبدة ما شاء الله يعني اقل حاجة خالص هتشتريها ب180 ب200 جنيه، وساعات في اغلى كمان ب200 لا انت بقى تجيبي اللبن وتغليه، وبيتي ليلة في التلاجة بس، تاني يوم الصبح هتاخدي ما شاء الله الوش بتاعه، تسيحيه وتبدأي تشتغلي بيه. ومثلا عايزة تسيحي شوية من ده على شوية من السمنة العادية، كله هيمشي. الظروف اللي احنا فيها لازم نوفر اي حاجة وندبق اي حاجة. كان عندي حته زبده برضو في الفريزر كنت عيناها، قمت مطلعه كله. وحته السمنه اللي انا كنت برضو الزبده اللي مطلعاها من وش اللبن، سيحتها كده يا بنات، وقمت ايه لتة بيها العجينه. ما شاء الله كان طعمها حلو جدا. ولو عندك بقى شويه سمسم حطي، عندك شويه مثلا ينسون، شويه شمر، الحاجات دي بتدي ريحه برضو للعجينه. بس انا صراحه يا بناتي ما بيحبوش الا طعم الايه السمسم بس في العجين او في المخبوزات دي عموما يعني. خلاص ما شاء الله العجينه عشان زي ما انتم شايفينها كده ما شاء الله جميله خالص. توهت بقى الزبده والسمنه اللي انا حطاها، هسيبها تخمر ونبدا نقرصها مع بعض او نقطعها مع بعض. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. العجينه ما شاء الله جميله زي ما انتم شايفين كده اهوت. هطلع بس الهواء بتاعها وابدا اقرصها كده ونقطعها مع بعض ونخبزها، والف هنا والف شفا على كل الكلام. المهم يا بنات، اللي يا ريت بقى اللي وصل معايا لغايه الوقت ده في الفيديو، ما ينسينيش كده من دعوه حلوه من قلوبكم، وكمان اللايك. ولو ما اشتركتش معايا اشتركي، يعني مش هتخسري حاجه والله لما تشتركي او تحطي لايك للفيديو، او حتى تشاهدي لو حتى 5 دقايق او 10 أو يعني كام دقيقه، مش هتخسري حاجه، بس هتكبري بخاطري، وكمان هتزودي المشاهدات بتاعتي. وكمان اللايك يعني هيخلي اكتر من حد يشوفه. فدي ما فيهاش اي حاجه بعض لما نقف مع بعض، مش بقولك ساعدي او حاجه، مجرد ما تحطي لايك بس كده هترفعي الفيديو، مش هتخسري حاجه. المهم بقى يا بنات، انا جبت الصواني بتاعتي وببدا اقطعها كده وارصها في الصواني، وابدا ايه افرد السمك اللي انت عايزاه والحجم اللي انت عايزاه. بس نصيحه مني انا صراحه، يعني في فطاير او في قرص كده انا رفعتها شويه، فدي ما كانتش حلوه، مش ما عجبتنيش، هي مش طعمها وحش او مثلا خبيثه وحش، انا بحبها فيها سمك شويه، بيبقى لها قلب يعني بمعنى صح. فانت بقى انت وحريتك، عايزه تخنيها شويه او عايزه تسمكيها شويه، عايزه ترفعيها زي ما انت عايزه. بس لما بتخلي لها سمك كده او بيبقى لها قلب بتبقى طعمها حلو جدا. ممكن بقى تفتحيها وتحشيها اي حاجه، ممكن تحشيها جبن، عندك عجوه مثلا هتعمليها دلوقتي وتحشيها قبل ما تخبزيها. بس زي ما قلت لكم، انا عندي البنات ما بيحبوش، عايزينها بس ساده كده، ياكلوا بقى كوباية شاي مع كوباية مثلا لبن بشاي، كوباية نسكافيه، أي حاجة، المهم هما عايزينها سادة، ما بيحبوش خالص محشي. فأنا ما بحشيش صراحة. ممكن لو أنا بقى خلاص يعني نفسي هفتني عليها أقوم حشالي شوية خلاص على، لكن بقية القرص بعملها كلها سادة. قطعتها وسبتها كمان تخمر شوية في الصواني عشان تبقى لها قلب كده وجميلة. عندي شوية لبن، ممكن تحطي عليها نسكافيه، ممكن تحطي عليها ذرة قهوة بس تدي ريحة، وكمان تدي لون حلو جدا. وخبزتها في الفرن، وألف هنا وألف ألف
بركة كمان والف صحة على كل اللي كل منها. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ما تنسونيش من دعوة حلوة من قلوبكم، ويا رب يا رب قويني كده ويرجع الفيديوهات بقى كتير كتير زي الاول. مع السلامة.